تغني وتحبي خلي الدنيا تسمعني وعن قلبك يسلم لي قلبي ما في غير بيمنعني. قام ملحم زين بواجبه في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مشاركته في مهرجان موازين ردا على أصالة نصري ومدافعا عن لبنان. هذا رأيي بالنهاية، وما يعني موضوع اللبنانية، لبنان بلد رفع راس العرب كلهم، رفع راس العرب بانتصاراته بمقاومته بكل شيء، وحضن العرب كلهم. يعني أنا ما بعرف ليش أصالة عم تلكع على لبنان أو عم تجيب سيرة لبنان إنه إزاز وما إزاز وبلور. موضوع سوريا هذا شأنها، هي بتتعاطى مثل ما بدها، بس هذا التعليق. بس لبنان بلد شريف طول عمره، رح يضل شريف، وما حدا يزيد علينا بموضوع الثورة، بموضوع المقاومة، بموضوع كل هالاشياء، ما حدا يزيد علينا بهذا الموضوع. يعني أنا مستغرب كيف تجرأوا وطلعوا على المسرح قدام 50-60 ألف وعم يحكوا بآرائهم السياسية، ما عادش في منابر إلا يعني في إحراج للبلد نفسه، في إحراج للنظام، في إحراج وعن عدم منح قطر تأشيرة دخول لملحم زين إلى أراضيها رد قائلا: أنا مش مصرح شيء ضد قطر، كل ما في الموضوع أنا عندي وجهة نظر معينة بما يخص التحركات الشعبية، خلينا نسميها بالعالم العربي. نحن بنحب قطر وبنحب السعودية وبنحب الخليج وبنحب مصر وبنحب المغرب العربي والمغاربي والبلاد الشام، بنحب كل الناس. يعني نحن كلنا إخوة وكلنا بأمة عربية واحدة إن شاء الله. بس أنا يعني أنا مستغرب من موضوع منع ملحم زين من دخول قطر. ما بعرف شو السبب الرئيسي، أنا مش عارفه، بس بيضلوا حبايبنا وأخواننا القطريين. وعن تسليط الضوء مجددا على شائعة اعتزاله الغناء وتسخير صوته للأناشيد الدينية فقط، قال ملحم: أنا هلأ ملتزم. الالتزام مش ضروري واحد يكون يوقف شيء عشان يلتزم دينيا. الحمد لله بنقضي كل فروضنا وبنقضي كل ما يتوجب علينا. بعد في خطوة إنه أنا يمكن نفهم كلامي غلط بوقت أنا قلت هدفي المستقبلي إني اتجه للإنشاد الديني، وفعليا أنا هيك. يعني أنا براسي ما فيني أغني طول عمري، لأنه عندي أنا أعتمد إنه ربنا أعطانا موهبة لنسخرها بخدمته، بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته والصحابة الأطياب. بقى إن شاء الله نقدر ناخذ الخطوة ويعطينا العمر عشان نقدر نوصل للهدف اللي أنا براسي. وفي حال أراد ابنه دخول مجال الغناء فهل يسانده ملحم؟ لعمر 15 16 18، لأني أنا الله يخلي لي إياك أنا برأيي بكون التزمت كليا مع السؤال سألتني بقى ما حخليه يغني. يعني واحد يبي يلتزم، هذا الانفصام بالدين مش مطلوب. يعني يا بتكون أنت ملتزم بكل الالتزام، يا أما ما تلتزمش من الأساس. ما تلتزم من الأساس، أنت يا بتكون ملتزم يا أما ما تلتزم. يعني ما فيش تكون بالنص، ما في يكون واحد المطرب الشيخ. يعني عرفت علي؟ يا بيكون شيخ يا بيكون مطرب. عمدا ما جيتك عمدا